لازم بعد اي اكله ننضف الاير فراير كويس عشان خاطر الدهون ما تتراكمش. وانا حاسه ان هي الارفف بتاعتها، سواء الصاج اللي هو درج الزيت اللي تحت اللي بيتلقى الزيت الاسود دوت المصمت، او السلك او الخشب المفرغ قصدي دوت، بيحتاج غسيل بالسبونشة مش باللوفة. بحسيت ان هو بيتجرح بسهولة يعني، فلازم اول باول نعملها عشان ما نحتاجش يبقى عندنا تراكم دهون، وعشان ما نحتاجش نلجأ لخلطات الكربونات والخل والفورانات اللي بتحصل دي. فاول باول بسبونشة كده يعني مرغية صابون كتير نعملها، ونخلي بالنا في الفواصل. لو انتوا عندكم الاير فراير اللي هي شبه الفرن مش الدرج، الفواصل بتاعة الباب بيبقى داخل فيها بواقي بطاطس محمرة، فدي خلوا بالكم منها كويس جدا عشان هتعمل ريحة زيت كده وحش. فانا اول باول بعملها بعد ما كنا عاملين فيها فراخ وبقالنا مثلا 3 ايام بنحمر فيها بطاطس كتير، فبعد الفراخ حسيت ان هي محتاجة تتغسل جامد يعني، ظبطتها وغسلتها. والمرة بقى واحنا بنعمل الاير فراير ناخد جنبها الميكروويف. يلا بقى حملة نظافة بالمرة. احنا خلصنا الغدا في الوقت ده، كنا اتغدينا والولاد واقفين على راسي. انا هسيب لكم شوية صوت كده بسيط عشان عايزين حاجة حلوة. حاضر عينيا هعمل لكم كيك، لا مش عايزين كيك. طب تشوكلت كيك، لا مش عايزين تشوكلت كيك. طب انا بحبها وبتلكك بالعيال بصراحة عشان خاطر اعملها زيهم اكلها معاهم يعني. عايزين شعرية بالسكر، طب انزل هاتلي لبن اللي هو مكثف ده. لا انا بحبها بالمية، وبيني وبينكم هي بتبقى جميلة بالمية، بس انا عايزة احببهم فيها باللبن عشان تبقى افيد يعني. جدير بالذكر ان دي حافظة سجادة عادي، بس انا الميكرويف الرخامات عندي صغيرة، بقت صغيرة لما نقلت كانت كبيرة والله حلوة، بس ما علينا. مش واخدة كل حاجة، والمطبخ مش كله انا نصبته يعني، فالحمد لله طبعا هو عجبني، هو بالطول اكتر اساسا، ما علينا. فالميكرويف ملوش مكان، وخصوصا بعد ما جبت الاير فراير. فاعمل ايه رحت حاطه الحافظه دي، جبتها عشان اطبقها كده تطبيقات كتير، فتبقى فاهمين في فاصل بينها وبين الغساله. ببقى خايفه على الميكرويف جدا من العصر بتاع الغساله يقع يعني من كتر الرجرجه دي، عارفين، فبتخر ورا شويه. دي فكرة كده من الافكار اللي جات لي عشان خاطر اختصر في المساحات، لان اجباري كنت احط الغسالة في المطبخ، وانا مبسوطة بيها بصراحة ومنقذة يعني. وجدير بالذكر ان احنا ربنا ان شاء الله هيحاسبنا يعني هيحاسبنا حساب كويس، هيقدر تعبنا كأمهات، لان ربنا اصلا ما امرناش بخدمة ولادنا وبخدمة ازواجنا وبخدمة حمواتنا. فكل ده وانتي بتلفي طول النهار زي النحلة كده، افتكري دايما ان ربنا هيجازيكي كل خير. انا قلتها هيحاسبك في الاول فغلطة مطبعية، معلش. هيجازيكي كل خير وانتي ماشية زي النحلة في الشقة كده، من الولاد للبيت للميكرويف للغسالة للارض للمواعين. بصوا الحمد لله طبعا، ربنا طبعا في الاخر يدينا الصحة. واحنا بنعمل ده والله بكل حب يعني. انا ما كنتش اعرف ان ربنا هيجازيني على شغلي في بيتي وفي ولادي، مكنتش عارفه ان انا اخد عليها حسنات. انا كنت بعملها بحب بالفطره، ان دول ولادي انا اللي لازم اعمل لهم. واعتقد ان ناس كتير منكم يعني ما تعرفش، لان انا لسه عارفه معلومه قريب، فحبيت ان انا ابلغ حاجه زي دي عشان كلنا نعرف ان ربنا شايف قد ايه احنا بنتعب، واحنا مستعدين ان احنا نتعب اكتر في سبيل ان احنا نبقى مريحين ولادنا. الحمد لله على كل حال، ربنا يجازيكم خير كلكم يعني، وانا معاكم. هخلص بقى الميكروويف، وعندكم مواعين ما اقولكوش عليه ولا اقولكم، ما تيجوا نغسلهم مع بعض. مواعين مواعين مواعين. احنا كده خلصنا، هنرجع بس الازازه دي بتاعته، مش عارفه اسمها ايه. بعد ما غسلناها عادي بالميه والصابون هنرجعها، هنحط الغطا بتاع الاكل اللي هو بتاع التسخين ده جامد جدا يا جماعه. ده بصوا الميكرويف بقى جميل ازاي من جوه. انا بصراحه مش بسيبه يتوسخ، عشان كده هو ما كانش متوسخ قوي، فاهمين. الحمد لله. ندخل بقى عن مرحله الاصعب في تاريخ اليوم.
بصوا هي مش صعبه، بس هم عارفين بتحسوا ان هم لما بيبقوا كتير بيسدوا نفسكم كده. لكن انا بحب غسيل مواعين عادي، بحب اغسلهم، بحب اقف اغسلهم، وخصوصا من بعد ما سبت الشغل بحس ان اليوم فاضي، فاعمل ايه اما اقوم اغسل مواعين وافضي كل اللي في التلاجة. طب تعالوا احكي لكم بقى قصه الايس كريم. قصه الايس كريم دي احنا جبنا موز عادي جدا، صحينا من النوم لقينا الكيس فاضي، مع العلم ان انا دخلته الاوضه عندي عشان انا عارفه ان انا هصحى من النوم الاقيه خلصان، وانا كنت عايزه اعمل لهم كريب بالموز. فصحيت من النوم عادي جدا بعد الفطار، هم دخلوا وشافوا مكان الشنطه بتاعه الموز، هم بس شافوا قالوا لي يا بنت الذين يا مامي انتي حطاها هنا رحت دخلت الشاي، دخلت اعمل الشاي، طلعت لقيتهم عاملين ايه بقى، لقيت الكيس فاضي في الارض. ماشي، لحد دلوقتي انا مش عارفه هم عملوا ايه. بعد مثلا مرور 8 ساعات، يعني ساعه واحدة بالليل كده، يلا حبايبي عشان ننام لما ناكل الايس كريم الاول. ايس كريم ايه؟ اتاريهم جابوا البولات بتاعه الايس كريم دي وحطوا فيها الموز وحطوه في الفريزر. هم عجنوا الموزه كده، يعني كل فراغ، دول 6 فراغات عجنوا فيها موزه، كل واحد موزه. طبعا غير اللي هم كلوه بالهنا والشفا يعني، وطلعوه عشان ياكلوه من الفريزر. انا الصراحه للامانه قعدت اقول لهم ليه كده، وكنت قولوا لي وهعمل لكم انا ايس كريم ده بيتحط عليه لبن وكريمه وعسل ابيض وسكر، ده مش هيبقى حلو، ده مش عارف ايه. الصراحه مسكت دقته لقيته حلو كلت 2 بعد ما كلت 2 مليكه قالت لي مامي هو عجبك؟ قلت لها عجبني يا مليكه. قالت لي اصل انا وميكي لغوصنا فيه بصوابعنا وفعصناه بصوابعنا. طبعا كنت ساعتها مبرقه وحالتي حاله والله قرفك يا شيخه، وانا برضو اتطفست، ما كانش المفروض ياكل، العيال عاملينه عشان يفرحوا. انا بقى الساعه 1 بالليل كنت نفسي في حاجه ترتب على قلبي، رحت واكله. يلا بالهنا والشفا، ان شاء الله ما حد يحوش. ولادي عادي برضو. نرجع بقى لمرجوعنا المواعين. قصه قصيره حزينه. بصوا البتاع دي اللي هي صفايه المعالق، الصفايات اللي هي مفتوحه على الحوض دي بصراحه بتبقى احلى، عشان دي لو انا نسيت اغسلها شويه انا بكون قرفانه، وانا يعني فجاه وانا على الاكل بفتكر ان انا نسيت اغسلها فبقرف. فانتوا لازم 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 تغسلوها، وتغسلوها من جوه كويس، وتفضوا لو يعني صفوا المعالق كويس وانتوا بتغسلوا. ده انا بعمله، يعني دي حاجه انا بعمله، انتوا شايفين غير كده برضو دي حريه شخصيه، عشان محدش يطلع يقول لي ومش عارف ايه ولا عادي. دي قناعات شخصيه وحريات شخصيه، وكل واحد بينظف بطريقته. ماشي المهم لازم نغسلها مثلا مره في الاسبوع او اقل على حسب استخداماتكم يعني. وده احلى منظر بشوفه في حياتي، الحوض وهو فاضي، يا صلاة النبي بجد منظر رائع. انا بحس انا مرتاحه كده، فاهمين؟ ومبقاش عندي، والباسكت الغسيل وهو برضو فاضي، الله، باسكت الغسيل والمواعين طول ما دول فاضيين انا حياتي كلها فاضيه ومرتاحه كده، وبعمل حلويات وباكل كيكات وبخرج، فتحسوا ان انتم مرتاحين نفسيا يعني. عايزه اقول لكم ان انا عملت الشعريه باللبن، الشعريه بالسكر سوري، انا دايما بقول عليها باللبن قبل ما اغسل مواعين، بس انا الترتيب بس هو اللي جه كده يعني. بس انا حمرت الشعريه كويس وحطيت عليها ميه، لان ولادي مستحيل ياكلوها بلبن، فانا بعوض بحط زبده كتير، هي الصفرة اللي عايمه على الوش دي، وبحط فانيليا. وانا اول مره احط فانيليا وحطيتها من ورا الولاد، وشموا الريحه وجوم جري من بره على الريحه. وطبعا مالك لازم يمارس هوايته المفضله، اللي هو لازم يشارك في كل حاجه. انا بصراحه بسيبه يشارك، بس ببقى خايفه عليه من الحاجات اللي على النار، بس بسيبه وانا جنبه، فلازم يقلب، لازم يشم، لازم يدوق، لازم كل حاجه. بصوا كنت عايزه ارش رشه فانيليا صغيره، راح هو مالك كان جنبي وبيشدني، راح هز ايدي كده، راح شويه كتير مكبوبين. ودي احلى حاجه حصلت، ان هم شويه كتير اتدلقوا، لان ريحه الشقه كلها كانت مقلوبه حاجه حلوه جميله، يعني متخيلين سمنه بلدي او مع فانيليا، بجد كانت تحفه. حطينا شويه سكر
هي بحس ان هي بتاخد سكر كتير، يعني انا كنت مستكتره السكر وانا بحطه، بس طعمها طلع برضو مش مسكر قوي زي ما انا متخيله. مع التقليب المستمر واحنا كده خلصنا. انا كده بغرفها كده، بتبقى فيها صوص عبال ما بتبرد شويه الصوص بيتشرب، بتبقى جميله. انا بصراحه بموت فيها وباكل معاهم. حبيتها من حب مالك الصراحه. اكمالا بقى الراحه النفسيه اللي بتجيلنا بعد ما باسكت الغسيل بيبقى فاضي والحوض بيبقى فاضي، تعالوا نحط دور غسيل ونلم دور وننشر دور غسيل عشان يبقى احنا خلصنا يومنا، ونروح بقى نقعد نشرب كوبايه شاي في البلكونه واحنا مطمنين وكل حاجه زي الفل. يا نهار ابيض، نسيت اذاكر لملك عربي. يا لهوي، الشغل ما بيخلص والمذاكره ما بتخلص، اروح فين؟ يلا اشوفكم في فيديو جديد، باي.